اعتقد انه على الطاير. انا كنت في الاداره الفنيه للوصول ساختار الدفاع، لانه مشكله المغرب في هذه البطوله ظهرت في الدفاع، والفريق باستثناء ماتش الكونغو كل مباراة كلا أهداف. أنا نكون مع ياسين بونو سايس ولقلت في اللاكس ونخلي نفس المجموعة. ولو في قراءات أخرى لبعض الناس اللي يقول الأولمبياد ومبروك المنتخب المصري، هذا المنتخب الذي ولد كبيرا، والحارس علاء حمزة يتحصل على جائزة أفضل حارس البطولة. جائزة أفضل حارس البطولة، وموتسيبي يكلم الحارس يقول له راه الأخطاء تصير، صحيح كانت منعرج بطولة، ولكن هذه الجائزة القفاز الذهبي لحمزة علاء مهمة جدا في مستقبله. رئيس الاتحاد المصري للكرة يسير في الكرة الأخطاء مشتركة، الأخطاء جماعية أكثر منها فردية، كما جاش الفاول ما يجيش خطأ على حمزة. التكريم في الجوائز الفردية. الزلزولي هداف البطولة، أعتقد هداف البطولة، نعم الحذاء الذهبي لهداف البطولة هو الزلزولي عبد الصمد. برشلونة 3 أهداف، سجل 3 أهداف مثل لاعب ايمانويل الغاني، ولكن يتفوق لانه بالاسيست. هذه كاس افريقيا والتروفي من احسن لاعب. هل تكون ثنائيه الزلزولي ام تكون لاعب مصري جائزه البالون دور لهذه البطوله؟ فير بلاي كان جائزة الروح الرياضية للفريق الغيني. ورجل البطولة إبراهيم عادل رقم 10. ليس من فراغ ذكرتك وذكرنا خصالك، لاعب متميز جدا. مصر تربح جائزتين على المستوى الفردي، أحسن حارس وأحسن لاعب. جائزة الهداف مغربية، جائزة الروح الرياضية غينية، الثلاثي الافريقي في باريس مالي مصر المغرب البطل وغينيا. نتمنى لها التوفيق في البراج والملحق. هذه الاسماء المتوجة للجوائز الفردية. مبروك لحمزة، مبروك لعبد الصمد، ويستاهل عادل إبراهيم نجم البيراميدز. الآن تكريم طاقم التحكيم اللي كان بقيادة الكيني كاماكو. في تكريم لسداسي المباراة. اوف ذا تورنمنت يستاهل المنتخب المالي بركلات الترجيح في ديربي غرب القارة. هنا في قلعة الأسود في الرباط المغرب تحتفل، المغرب لن تنام. صارت البطولة والتتويج ببطولة افريقيا اقل من 23 سنة. هذه هي الكاس التي سترفع بدقائق من النخبة المغربية. على مدى البطولة يستحقوا لعبوا مع الفرق الصعبة، الفرق القوية، الفرق الكبيرة. قابلوا غينيا، واجهوا غانا في طريقهم مالي، وتسلحوا بالعزيمة مدى بطولة. يستاهلوا التتويج على مدى فينال. لعبوا النهائي او كسبوا النهائي ما لعبوش، وهكذا هي قاعدة الفاينلز او النهايات. جيل ممتاز، اسماء باندية اوروبية كبيرة، من بيس بي لستراسبور لتولوز للبارسا ومدراك. جيل قادم للكرة المغربية بإمكانه في أولمبياد باريس بعد عام وبعد السنة على قنوات البين سبورتس أن يواصلوا المشهد المغربي في العالمية في التألق الملفت في موسم لن ينسى من ذاكرة المغاربة في
تاريخ وتواريخ لن تمحى من ذاكرة المغاربة. المغرب في هذا العام صار يلعب في العالمية، بين الصالات، بين الآنسات، بين أسود في الدوحة وبين الأولمبيين في باريس. المغرب عملت قفزة للأمام في صعيد الكرة المحلية والإفريقية. مبروك الأسود، التتويج والتاج أمام الأنصار وعصام الشرعي، اسم آخر من أولاد البلد يحققون المجد وينتصرون ببطولة. موتسيبي رئيس الجنوب الافريقي للكاف الزلزولي سيرفع كاس افريقيا. كاس افريقيا من شهرين للناشئين ضاعت في الدقائق الاخيره للتيرانجا. اليوم المغرب تستعيد الزعامه من خلال الاولمبي في موسم استثنائي للكره المغربيه وايضا للكره السنغاليه التي فازت بالشواطئ والشان والكان. الى كان جديد، الى مونديال افريقيا اسمر اخر، الى التقاء الاصدقاء والاشقاء، الى مباريات الشمال الافريقي في افريقيا. هذه بذكريات شيل. اذا معك يا نسير، شيل 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 يا زلزولي، شيل كاس افريقيا اطلسيه، كاس افريقيا عربيه. هنا في الرباط تبدا الافراح وتبدا وتتواصل الليالي الملاح. الأسود فعلوها. مبروك المغرب، مبروك مصر، مبروك مالي. والبطولات القادمة في قنوات البين سبورتس تنطلق بعد لحظات في مشاوير الدوريات، في كؤوس السوبر إلى السوبر ليج، إلى بطولات القارة، إلى كان في ذات الشتاء في 24 إن شاء الله، بين آسيا في قطر وبين أفريقيا في الكوت ديفوار في أرض الفيلة. هكذا المغرب تحتفل، وهكذا الأسود تحتفي، وهكذا البطولات تكتب، وهكذا العمل يترجم نجاح، وهكذا النجاح يتلقى من خلاله الأبطال التهاني. تهانينا للأسود من أرض الرباط. نقول لكم هلا وسهلا ومرحبا نزلتم، واهلا وسهلا ومرحبا تغادروننا الى معترك جديد، الى افريقيا اخرى، الى كرة الابطال، كرة الماما افريكا، بذكريات فراس وذكريات خطيب وذكريات طارق وذكريات عتوقة وذكريات مجير وذكريات هيثم مصطفى وجاجارين، وبذكريات المرابطين، وبذكريات العيساوي والتايب، وبذكريات الاشقاء في كل مكان. فرحة وسهرة. الليلة ليلتهم كانت في الرباط، وغدا القرعة، غدا المونديال وما أدراك. زميلي طارق الحماد لك الكلمة، وهذه أحلى صور الختام، الكرنفال المغربي في الرباط.